الجزائر من الأوراق هضرنا البارح على واحد المجموعة ديال الأوراق وغادي نرجعوا ليهم بالتفصيل في مرحلة أخرى. خليت الورقة ديال ترشيح البوليزاريو إلى مجلس السلم والأمن حتى اليومين قبل ما يكون اجتماع ديال الاتحاد الإفريقي. وتناولنا الموضوع ديال التعديلات الدستورية، وتناولنا الموضوع ديال أيضا الموضوع ديال القضيه ديال غار جبيلات، ولكن غنتناولوا من زاويه اخرى اليوم، وغنردوا فيه على بعض الفيديوهات اللي شفتهم، فيديوهات جزائريه اللي انا في الحقيقه لقيت هذوك الفيديوهات، واحد المجموعه ديال الفيديوهات فيهم واحد الصور، فيهم صور ديالي انا، بمعنى كيردوا على الامور اللي كنقولوا بخصوص غار جبيلات. لقيت واحد المجموعه كبيره، انا غادي غنرد بحجج علاش تحرك غار جبيلات في هذا الوقت هذا. اولا المعلومات اللي كاينه اللي تسربات تقول، هنا غنخدموا عليها، تسربات يمكن تكون صحيحه، يمكن تكون تقالت بطريقه اخرى، ولكن غنبنيو عليها، وهي ان علاش؟ لان البوليزاريو يمكن يدفعوا الجزائر يطلب اي شيء. هناك معلومات كتقول بانه في اللقاء اللي كان مع المخابرات الامريكيه، اللقاء الاخير، ان الجزائر دفعت البوليزاريو يدير واحد المناوره جديده، وهي طلب من الامريكيين انه بغى شي بين قوسين شي دوله، بغى دوله تكون في المنطقه العازله. هذا كيخلينا نطرحوا سؤال. اولا، هادو اللي الا كان مثلا في حاله ما، الا كان هذا الخير، الا كانت هذه المساله صحيحه، هنا اذا هنا كيفاش البوليزاريو، ياك الجزائر كتقدم البوليزاريو بانه الجمهوريه ديال القياطر والعجاج كتقدموا بهذه الصيغه هذه، كيفاش ويقدموا في الاتحاد الافريقي بهذه الصيغه؟ كيجيو دابا يقول لك بغينا نديروا دوله في المنطقه العازله. هذا السؤال الاول هنا. واخا اذا هنا ايضا هذا الطلب هذا كينسف ذاك الخطاب اللي كيروج البوليزاريو، كيروجوا مع الاعلام الجزائري، كيقول لك المناطق المحرره. وفين هي المناطق المحرره؟ لو كانت فعلا، كنا كنقولوها منذ سنوات، كنقولوا ودي راه ما كاينش شي حاجه سميتها المناطق المحرره، ما كاين والو، ما كاينش نهائيا. هي الان كتبان. لو كانت فعلا شي حاجه سميتها المناطق المحرره، كان البوليزاريو يدخل لها ويقول لك انا فيها انا. اذا ما كاين والو. هما بداو الروايه ديالهم كتريب لداخل بشويه بشويه. اول حاجه نهضر على، بلا ما ندخل في التفاصيل، حول المنطقه العازله. المنطقه العازله هذه اراضي مغربيه عطاها المغرب الى الامم المتحده باش ما يكونش في مواجهه مباشره على الحدود مع الجزائر. هذه الاولى بعدا، بمعنى انه عطاها الامم المتحده ويمكن ليه انه يسترجعها في اي لحظه. هذه ثم المنطقه العازله معروف المعنى ديالها اشنا هو في القانون الدولي. السؤال هنا، علاش تقدم هذا الطلب للامريكيين؟ هذا تقدم هذا الطلب للامريكيين باش انهم تحاول الجزائر عن طريق البوليزاريو بهذا الطلب تعاود تخلط الاوراق، لان تعرف بان الموقف ديال الامريكيين ما هو، كتعرف هذه المساله هذه، وباغا انها تزيد تعقد، تريد تعقيد النزاع، بمعنى الدخول في امور اخرى. ولكن هنا الا مشينا ابعد من هذا الطلب هذا اللي الجزائر قالتها للبوليزاريو، هنا شنو باغا الجزائر من وراء هذا الطلب هذا؟ شنو بغات من وراها؟ بالمناسبه الامريكيين كانوا واضحين، كل الامور هي ترفضات. كاين حاجه واحده، خيار وحيد، هو الحكم الذاتي. حنا دابا كنناقشوا لان هادو يمكن يخرجوا اي حاجه يطرحوها هنا. شنو الجزائر؟ الجزائر اولا كيبان بانها فهمات مزيان فين غادي المسار ديال الملف، وفهمات مزيان بان الملف تحسم. لهذا فهي كتحاول انها تنقل النزاع، تحيدو من الاراضي ديالها، بغات تخرج هذوك المخيمات ومعهم الميليشيات وتجيبهم للمنطقه العازله. هذه المساله كانت متوقعه، بغات تبعد على هذه المساله لانه فهمات بان البوليزاريو قنبله اللي غتنفجر
داخل الجزائر. المساله الثانيه ان الجزائر بغات دير واحد الكيان وهمي اخر، باغا تاسسو في المنطقه العازله. وهنا بالمناسبه راه الجزائر كتفكر في قضيه اخرى، انها كتقول الا مشينا في هذا، مشات في هذا الجانب هذا، راه كلشي ما كاينش شي حاجه سميتها البوليزاريو، هي اللي كاينه، هي اللي كاينه. اذا هي كتفكر، الجزائر براسها كتفكر عن طريق استعمال الورقه ديال البوليزاريو انها هي تاخذ المنطقه العازله. هذا جانب اخر. كاينه مساله اخرى ان الجزائر بدات كتفكر بانها النظام العسكري بدا كيتحرر من المخيمات، لان المخيمات 50 عام راه فيها بزاف ديال الحوايج. غير بالمناسبه راه باقا واحد المده وجيزه وغادي تبدل الجينيراسيون كامله، غيبقاو تم كلشي غيولي جزائري، ما عنده علاقه بكلشي، صافي غيولي جزائري، ما بقاتش شي حاجه اخرى. حنا دابا كنهضروا على 2%، غنزيدوا واحد شويه ما يبقاش هذيك 2%، وحتى هذوك اللي جاوا من الساحل وغيرهم كلشي غيولي جزائري. اذا غتوحل الجزائر هنايا. اذا وبغات انها دير هذه المساله في نفس الوقت غتبعد البوليزاريو نحو المنطقه العازله، وفي نفس الوقت غتبقى الورقه ديالها، لانه على حساب غتبقى ديك الورقه اللي كتخدم بها. هذا جانب هنا. ثم ان الجزائر بغات ولات عارفه بان الوضع بعد القرار 27/97 وضع اخر، بغات عاود تغير التوازنات، بغات تغير هذه المساله وبغات تخلق واحد الوضعيه جديده. الهدف منها هي تعرقل المسار ديال اللي غادي فيه القرار 27/97. كلشي هادشي كما قلنا ورقه الهدف منها انها تعرقل هذا المسار هذا. علاش؟ لان الجزائر ما نجحاتش في الشق في ايقاف التفوق الدبلوماسي المغربي، بغات توقفه باي طريقه، بغات توقف هذا التفوق الدبلوماسي المغربي، وبدات انها تحاول انها عن طريق البوليزاريو طرح الطرح هذا وتختبر الامريكيين. ولكن اخطر ما كاين في هذه المساله هي بغات بهذا الطلب هذا تحول النقاش، لهذا كنا كنقولوا او ديال الخطاب خاصو عندنا حنا يبقى حول الحكم الذاتي. نبقاو لان قلنا بعد 31 اكتوبر خاصنا خطاب يتغير، نبقاو كنهضروا على الحكم الذاتي. اذا هنا بغات هي تحول النقاش حول الحكم الذاتي، بغات تفتح نقاش في اتجاه اخر. وهنا الجزائر ملي كتقول لك اودي باغا تخلق ثاني واحد الوهم في المنطقه العازله، تجي تقول لك ها هو حسات بانه ديك الطروحات ديالها كامله ماتت، اذا بغات تعاود تحيي بطريقه اخرى. ما ديك السرديه القديمه ديال تقرير المصير وديال الاستفتاء وكلها ماتت، اذا بغات انها تخلق مره اخرى واحد السرديه جديده بهذا الطلب هذا. مزيان. ولكن هذا الطلب هذا انا في نظري كباحث كمحلل انها فرصه امام المغرب. علاش فرصه؟ اولا هذا النوع من الطلبات يكشف العجز ديال البوليزاريو والجزائر، ما عارفين، ما عندهم والو، صافي سالينا ما عندهمش. والدليل انهم راه 50 عام ما كاينش شي كيان في العالم 50 عام هو كيردد نفس الاطروحات، تغير النظام الدولي وغيره. اذا هنا راه كيبان ليا فرصه امامنا باش نقولوا للامم المتحده بانه يشهد مره اخرى، نشهدوا العالم بانه هذا راه عجز ديالهم، عجز لا ديال الجزائر ولا ديال البوليزاريو. خاص هذه القضيه تقلب، بمعنى تقلب على الجزائر. علاش؟ لان الجزائر الان كتفكر بطريقه ما بقاش كتفكر بشي، كانت كتفكر ملي بداو في البدايه كان عندهم ابعاد كيفكروا بعيد. دابا الان ما بقاوش، ولاو كيفكروا في اليومي اش غيوقع، لان الامور كتمشي بسرعه، وعارفين بانه